أنا سمر، عندي 28 سنة، اتجوزت من سنة في بيت عيلة، بس كنت عايشة لوحدي أنا وجوزي وابني اللي عنده 10 شهور. كنت بشتغل وسلفتي كانت هي اللي بتساعد حماتي في شغل البيت، وكانت بتقعد معاها طول اليوم لأنها لسه ما خلفتش، مع أنها كانت متجوزة قبلي. وبسبب ظروف شغلي كنت بسيب ابني عند حماتي كل يوم قبل ما اروح الشغل، بنزله عند حماتي لحد ما ارجع من الشغل. وفي يوم جيت من الشغل ورحت علشان اخد ابني، لقيته نايم. سألتهم ليه نايم بدري كده؟ حماتي قالت لي اصل سلفتك لعبته كتير، ولما عرق سلفتك دخلت تحميه وناموا. انا اتضايقت وقلت يعني ايه تحميه ولو جراله حاجة دلوقتي؟ حماتي قالت لي هيجراله ايه، وبعدين دي بتحبه زي ابنها. رديت عليها بعصبية وقلت لها وهي عرفت يعني ايه احساس الام؟ تعرف منين احساس الام عشان تشوفه ابنها؟ وبعدين انا بخاف من غيرتها عليه. سلفتي كانت واقفة ورايا وحماتي خدت بالها انها سمعت. حماتي على طول زعقت فيا وقالت لي اخرسي واطلعي، ولما الولد يصحى ابقي تعالي خديه. بعد شوية جوزي طلع ومعاه ابني وحماتي. لقيتها بتقولي قدام جوزي سلفتك دي زيك هنا ومش اقل منك في حاجة، وابنك ده مش هيزود ابنتك عنها طبعا، وفي حاجة انتوا الاتنين زي بعض، ومش هسمح ان الكلام اللي انتي قلتيه وخلاها تعيط ومنهارة تحت ده يتعاد تاني. كفاية انها بتقعد بابنك لحد ما بترجعي من شغلك. انا قلت لها انا بسيبه تحت علشانك مش عشانها. قالت لي لا يا حبيبتي، هي اللي بتشيله وبتخدمه وتخدمني انا كمان، مش انا. لو خايفة على ابنك ابقى خديه بقى وديه حضانة، او اقعدي يا حبيبتي من الشغل زي الستات واهتمي بابنك وببيتك. جوزي مسك فيا وقال لي انتي قليلة الذوق وقليلة الادب ومش عاجبني اسلوبك، ويا اما تحلي اللي حصل وتنزلي تعتذري وتجيبي حاجة حلوة وتصالحيها، يا اما مفيش شغل وتقعدي تربي ابنك، او اكلم ابوك يجي ياخدك. اتعصبت عليه وقلت له انا هروح بيت بابا، وخدت شنطة هدومي ومشيت فورا. وانا نازلة على السلم قابلت سلفتي على السلم، وكان شكلها زعلانة ومعيطة جدا. بصيت لها بقرف وقلت لها دموع تماسيح. وركبت تاكسي وروحت بيت اهلي. واول ما وصلت واهلي سمعوا اللي حصل، امي قالت لي انت غلطانة، وايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه قلة الادب دي؟ الست كتر خيرها انها بتهتم بابنك وتحميه وتقعد بيه، ازاي تجرحيها بالشكل ده؟ وانتي فاكرة بقى انهم هيجوا ويعبروكي ويصلحوكي؟ قلت لها مش عايزة اشوف حد منهم اصلا، وعاندت وكبرت دماغي ودخلت اوضتي. وعدى شهرين وجوزي معبرنيش ولا سأل عليا. كان بيجي البيت يشوف ابنه ويجيب له احتياجاته، وما كانش بيسأل عني خالص. ومرت الايام، كنت سايبة ابني في البيت مع امي، وكنت في الشغل. واختي جابت ولادها وخرجت علشان تشتري حاجات للبيت، وكان البيت عند امي زحمة. كانت امي بتصلي وسابت الولد مع بنات خالته، وطبعا علشان هم لسه صغيرين ما خدوش بالهم عليه. والولد دخل المطبخ وسند على البوتاجاز، وكان البوتاجاز والع وعليه حلة شوربة بتغلي جدا، اتكبت عليه كلها. ودلوقتي هو في المستشفى بين الحياة والموت. وجوزي حالف ان لو الولد حصل له حاجة هيطلقني وهيبلغ عني بسبب اهمالي. وحماتي كل ما تبص في وشي تحاسبن عليا وتقولي شفتي سلفتك اللي كنتي بتقولي عليها بتغير وهتأذي ابنك؟ انتي اللي اذيتيه بغبائك، منك لله. كانوا كلهم زعلانين عليه، وانا ندمت على اللي عملته واعتذرت لسلفتي. وابني الحمد لله اتحسن، بس لسه هيعمل عمليات كتير جدا علشان دراعه كان مصاب جامد بسبب الحروق، بس الحمد لله وشه كان كويس وباقي جسمه. وعدى الوقت وانا سبت الشغل وبقيت بجري بابني على الدكاترة، وكل شوية يعمل عملية. وسلفتي ربنا كرمها بتوأم، وانا كل يوم قلبي بيتقطع على ابني. ياريت تدعوله في الكومنتات.
ياريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.